أهلا بحضراتكم. وافتتاح بنالي أرورا الدولي للفنون التشكيلية بيسعدنا وجود الفنان التشكيلي الجزائري حمزة بونوا. طبعا هو مؤسس الديوانية وهو بيشارك هنا كفنان ومستشار البنالي. كنا عايزين نعرف منه الشروط اللي اختاروا بيها الفنانين، كيف تم ترشيح الفنانين للمشاركة في هذا الحدث الكبير الذي ضم مجموعة من الدول العربية والأجنبية. أهلا بحضرتك يا فندم. مرحبا، كيف الحال؟ عايزة أسألك على مشاركتك كمستشار للبنالي أرورا الدولي للفنون التشكيل. أول شيء كما تعلمون البياناليات في العالم دائما ما تأتي كل سنتين من أجل اختيار الفنانين المهمين، وأيضا لدعم الفنانين الشباب من على حسب المناطق وعلى حسب الأقاليم والدول. بيانالي أرورا هو بيانالي الأول، يعني أنا في رأيي على حسب الخبرة التي أمتلكها البيانالي الأول مختص عربيا يعني في أوروبا، واتمنى يعني استمراره لانه هذه اول فرصه واجمل فرصه للفنانين العرب للتواجد باوروبا وتقديم اعمالهم بطريقه جيده. اختياري كمستشار لبيانالي أرورا أتى ضمن تنسيق واتصالات من أجل تقديم ربما الخبرة البسيطة التي أمتلكها من حيث اختيار الفنانين المختلفين. كما تعلمين في كلامك أنت قلتي أنه أنا مؤسس جاليري الديوانية، وجاليري الديوانية هو من أهم الجاليريات في الفترة الحالية في منطقة المغرب العربي الذي يهتم بعرض الفنانين نقول الجزائريين، لكن اهتمامه الأول هو الاهتمام بالفنانين العرب. جاليري الديوانية من الجاليريهات المهمة في الجزائر، وطبعا الجزائر عاصمة الفن والثقافة. طبعا بيساهم بأنه بيقدم كل الفنانين مش بس الموجودين في الجزائر، لا كمان في المنطقة العربية. اختيار حمزة بونوا لأنه يتم ترشيح الفنانين دي تجربة خاصة، لكن أنا طبعا مهتمة منك أن أنا أعرف الشروط اللي على أساسها تم الاختيار. أول شيء للتوضيح فقط، أنا يعني مش أول مرة أشتغل كمستشار وفي لجان تحكيم. تمام. كنت قبلها يعني في عضو لجنة فرز بيانالي الشارقة الدولي للفنون. تمام. كنت أيضا في الدوحة كوميسار محافظ لمعرض كان سوبوزيوم للفنانين العرب. هي. وهذه ايضا اجت فرصه لاكون يعني مستشار لبيانالي ارورا لتقديم الفن العرب. وطبعا الاختيار تم الاختيار بدون عاطفه، يعني بطريقة جادة ومباشرة وسهلة في نفس الوقت، لأن الفنانين المعروفين الفنانين الجادين معروفين في الساحة الفنية، نشاطهم معارضهم وجودهم. لكن أنا أعتمد دائما على الفنانين اللي نقدر نقول أنه في عندهم أعمال في متاحف مقتنيات ومؤسسات دولية مهمة، أن يكون الفنان عارض على مستوى واسع في حتى لا نقول يعني في القارات الخمس، يكون الفنان لديه قاعة أو قاعات تمثل أعماله في كذا دولة. فكل هذه الأشياء يعني معايير جدا احترافية، وفي نفس الوقت يوجد أيضا اختيار لبعض الفنانين الشباب لدعمهم لتقديمهم لكي يظهر في الساحة بطريقة صحيحة. حمزة، أنت مشاركاتك مش بس فكرة الجزائر ومحلية، لا أنت دولية ومش بس عندك فكرة الفن التشكيلي، لا عندك توجه بصري للسينما كمان، فأنت مهتم بالصورة البصرية بشكل قوي. عايز أفهم منك
عنك الأهمية اللي تواجد الفنان كفنان تشكيلي في خارج البلاد، ما يبقاش مكتفي بفكرة المحلية وإن هو بيعرض مثلا أعماله في المنطقة بتاعته بس. هل ده بيمثل دفعة للفنان ورؤية مختلفة ليه؟ طبعا طبعا انا دائما ما اقول عندما التقي بطلاب وفي وركشوب يعني في ورشات بقول انه الفنان عليه الاستثمار في السفر والذهاب والعرض، لانه ما تعلمناه في مدارس الفنون عباره عن اشياء ربما نظريه وتقنيه فقط، لكن الخبره الحقيقيه هي على ارضيه الواقع. عندما نسافر نلتقي اناس، نعرض اعمال ثقافات مختلفه، كلها هي بتصير رصيد قوي من اجلنا. طبعا انا بهتم كثيرا بالفنون الاخرى مثل السينما، المسرح، وكل هذه الاشياء، لانه انا بقول انه الفن المعاصر جمع الفنون. صحيح. لم يصبح الفنان الذي يرسم والفنان الذي يمارس السينما او كلها اصبحت فن بصري يجمع. يمكن الفنان الرسام ان يمارس شيء في الفيديو، ويمكن للفنان في السينما ان يمارس شيء في الرسم، فيعني اصبح الفن المعاصر يجمع الفنون باصلها، وهذا ما يسمونه الفن الحالي يعني تفاعلي طبعا، ويخلق لنا مساحه من الابداع ليست محدوده يعني. فلدينا مجال أوسع في طريقة الإبداع. طيب أنت فنان تشكيلي ومشارك في البنالي كمستشار، لكن كمان مشارك كفنان وبتعرض مجموعة من اللوحات الخاصة بيك. التيمة الخاصة بالبنالي وهي أرورا الشفق القطبي، التيمة دي تيمة مختلفة، وأنت كفنان نقلتها إزاي أو شفتها؟ أول شيء يجب قراءة العمل، لأنه العمل اسمه السلام الأزرق، وهي من اللوحة من جزء 2 من عمل كان بعته وينباع في مزاد كريستيس في جدة في 2019. وكان العمل اللي عرضته في جدة كان يحمل أيضا نفس معرض لوحة السلام الأزرق اللي تعبر على مبادرة من أجل الماء. هي أصلا هي مبادرة في الشرق الأوسط من أجل الماء. فيعني رسمت اللوحة اللي تعبر على فكرة السلام، والسلام اللي حيكون في المستقبل هو سلام الماء، لأنه حتكون هناك أزمة كبيرة يعني على حسب مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط. فتأتي أيضا اللوحة رقم 2 في بيانالي أرورا لتعطي هذا المجال، لأنه السلام أيضا ليس فقط سلام الشرق الأوسط وإنما أيضا سلام العالم كله. ولهذا رسمت الكرة اللي ربما هي الجلوب بالعالم، لكن بطريقة حروفية وفيها كثير من البشر، وكله يعني رسالة للعالم أنه بيانالي أرورا احنا متواجدين كعرب، لكن أيضا رسالتنا أيضا لأوروبا للعالم بالسلام. طبعا أنا بشكرك وسعيدة بوجودك معنا في التلفزيون المصري. شكرا جزيلا. شكرا. أمير الخطيب طبعا فنان عراقي بيقدم عمل مميز في بنالي أرورا الدولي للفنون التشكيلية، وهو عمل يعتبر العمل الوحيد الانستليشن في هذه القاعة، وهو عمل مميز. عايز أعرف منه أهمية هذا العمل وأهمية مشاركته في البنالي والرمز وراء هذا العمل. أهلا بك منورنا. أهلا، الله يخليك. النور نورك، شكرا جزيلا. قول لي بقى العمل ده إيه؟ العمل هو هذا عمل مفاهيمي الحقيقة، يعني ينتمي إلى المدرسة المفاهيمية، ومثل ما قلتي حضرتك أنه عمل انستليشن، وهو كرسي، والكرسي التمسك بالكرسي هو طبع عراقي مثل ما نقول. والكرسي هذا متجذر، يعني في جذور، ويتصور اللي يقعد على الكرسي، يعني اللي يجلس على الكرسي يتصور أنه في جذور ذهبية ما يترك نهائيا. تمام. يعني هذا أبسط تعبير ممكن يقال. قصدك ان اللي يقعد على الكرسي ما يقدرش يقوم من ما يقدرش يسيبه. صحيح. يعني هو هذا طبعا هذا مفهوم من المفاهيم الكثيرة، لكن لكل فرد أكيد لكل فرد عنده مفهوم يعني بالنظر إلى هذا العمل يتكون مفهوم.
الفنان أمير الخطيب، كنت عايزة أسألك، العمل ده خد منك وقت قد إيه عشان تبدأ تنفذه وتبدأ تعرضه في البنالي؟ هو هذا الحقيقة العمل النسخة الرابعة. أنا عملت نسخة في 2007، كانت في أول مشاركة للعمل هذا نفسه في مدينة هلسنكي فنلندا، وعملت النسخة الثانية النسخة برونزية، كانت يعني صبيتها من برونز، واشترى من عندي الفنان العراقي الكبير أو العربي الكبير ضياء العزاوي، الأستاذ ضياء العزاوي. والنسخة الثالثة عملتها في دار الأوبرا في القاهرة، كان في شو اسمه هو هذا نسيته، الجمعية التشكيليين أو نقابة التشكيليين الفنانين التشكيليين. تمام. في القاعة الدائرية كان عندنا معرض مشترك ل5 فنانين عراقيين. والنسخة الرابعة هاي الحقيقة، يعني كان ذاك في سنة 17 وسنة 7 وسنة 13. جميل. في كل مرة النسخ الخاصة بالعمل ده بتتغير؟ يعني أنت قلت لي مرة عملته بدرجة اللون الذهبي، لكن المرة دي هل أضفت له حاجة جديدة؟ لا الحقيقة ما أضفت عليه حاجة جديدة نهائيا، بس البرونزي كان هو من البرونز، والبرونز اتصقل يعني صار ثقيل، الجذور بتاعته صارت يعني جذابة أو مثل ما تقولين شايني يعني، وهذا الفرق. ما فيش فرق يعني لا، لا أي تغيير ما عملت. طيب، وإيه الفكرة من إنك أنت تظل تعرض هذه الفكرة الأساسية؟ هل دي وراها مدلول عند الفنان التشكيلي، ولا فكرة إن الواحد يعمل عمل انستليشن ده بياخد وقت ومجهود وتفكير بطريقة مختلفة؟ لا، هو أنا انتقلت من البينتينج، يعني من التصوير مثل ما سميت فن التصوير، سنة 99. أنا أعجبت أول ما شفت 1 2 3 10 من الانستليشنات، أعجبت تماما بالانستليشن، فن الانستليشن. وبعدين هو قريب جدا إلى عملي الأولي. أنا عملت ممثل ومخرج مسرحي فترة قرابة 8 سنوات بالعراق. يعني التمثيل والإخراج مأثرين فيك. أكيد. فطبعا الانستليشن يجذبك. هذا هو القطع، هي تقريبا اللي أعملها القطع هي تقريبا عبارة عن قطع ديكورات. صحيح. زي مثل الديكورات، يعني مش ديكورات يعني، بس هو له علاقة بس أعمل من عنده فكرة. الديكور يعني الكرسي هو مفردة معروفة للجميع. طبعا. شنو الغرض؟ مفردة لأي شخص قاعد على كرسي، أي فرد. أي فرد معروفة يعني يتحول. فبعدها عملت انستليشنات كثيرة الحقيقة، من سنة 99 أول انستليشن إلى حد الآن. يعني حاليا أنا عندي انستليشن تحول أسلوبي، صار أتعامل مع الأرض والجدار.